ببركات مولاي أبو الفضل العباس عليه السلام وبرعاية العتبة العباسية المقدسة، تعالوا نشوف شنو صار بالعمارة. هذا المشروع فريد من نوعه بالعمارة برعاية العتبة العباسية، تعالوا نتعرف عليه وشلون صار. وقبل كل شيء لازم تشوفون هاي القاع شلون كانت من منطقة مكب نفايات إلى منطقة خضراء، وهاي الحديقة تابعة لبلدية العمارة والعمل تحت إشراف العتبة العباسية. والمفاجأة الكبيرة هنا هذا المشروع راح أشوف لكم بالتفصيل، هذا مدة العمل مالته 90 يوم بس. وهاي الحديقة تحتوي على 3 مناطق، تعالوا نتعرف عليهن. هاي المنطقة الأولى عندنا بالحديقة هي منطقة الأشجار والمزروعات، وبعد ما عبرنا منطقة الأشجار تجون هنا تصير بوجهكم المنطقة الثانية اللي هي منطقة السنتر، وهنا بوسطها نافورة كلش حلوة ومرتبة. هاي المنطقة اللي ورانا المنطقة الأخيرة راح تكون منطقة ألعاب للأطفال. وهسه احنا هنا متواجدين تحت المسقفات الديكورية، هذا الشغل فريد من نوعه ولأول مرة بالعمارة. جماعة العتبة العباسية المقدسة حطوا هناك رفاناتهم، وخلال مدة 3 أشهر يعني 90 يوم كمل هذا المشروع كله. إن شاء الله هاي اللمسات الأخيرة لافتتاح هذا المشروع، وراح يكون متنفس الجميع أهالي العمارة. شنو رأيكم يا حبيبي؟ حلوة عاشتيتهم.